الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اللفت بطريقه سهله. في 3 ايام بالظبط هتاكلي اللفت ده، اللفت السريع. في 3 ايام هتاكليه الشكل ده. واللون برطمان اللي خليناه ندمانه، اللي خليت بس كميه صغيره طبعا هتخلص، وهجيب تاني كميه عشان نخزنها. ده البنجر اللي احنا حاطينه. البنجر ده ببقى سلقاه وحطاه في التلاجة. بعمله بقى على عصير، بعمله عصير الفراوله عشان حلو للانيميا وللاطفال. فانا خدت منه، ما كنتش عندي بنجر، فانا خدت منه وحطيت منه على اللفت. شفت اللون الميه بتاعت المخلل عامله كأنها زي الشربات، والمخللايه عامله ازاي تحفه طبعا، والشكل بتاعها تحفه. 3 ايام بالظبط كان. سامعين الخروشه بتاعت سامعين الخروشه بتاعت اللفت عامله ازاي؟ طريقه تحفه جدا، وطريقه سهله وبسيطه. وتعالى اقول لك ازاي، واقول لك ازاي اللي انت تحافظي عليه ما يسودش معاكي. بطريقات سهله وبسيطه وبسيطه خالص، هتعرفي تعملي المخلل وهينجح معاكي من اول مره، والطريقه تحفه. لو عجبك الفيديو ما تبقيش تنسيني في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. يلا بينا نخش على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض المخلل بطريقه سهله وبسيطه خالص، طريقه تخلي معاكي المخلله مقرمشه ومش مهريه من اول واحده لغايه اخر واحده. عندي كده المخلل انا جايباه بالحجم ده، ممكن الحجم ده والحجم دي كبيره بس طريه. انا جايباه صابح فلاحي، صابح كده جايبينه من الغيط على طول، يعني الفلاحين كانوا قاعدين بيه. فانا همسك الواحده. بص اللفتايه لونها بيبقى حلو، يعني شفتوا عاملين الشكل بتاعها ده هنشيله طبعا. اللون بتاعه خد الجميل ده، اللون بتاعه اللي هو الاحمر الغامق ده او الموف الغامق ده بيخلي اللون معانا بتاع اللفت كمان حلو. فانا هنضف اللفت ده بالشكل ده كده، نشيل منها حاجه زي دي كده، وانا الزيادات ديت هشيلها. وهنغسله غسله حلوه، والغسله بلاش يعني ايه ننزل بس ننقعها شويه ونروح جايين غسلنا، علشان اللون ده ما ينزلش. عايزينه يبقى ينزل في ميه التخليل بتاعه ويدينا اللون معاه حلو، مع الاضافات التانية اللي لسه هنحطها ونشوف. هنضف بقى بالشكل ده كده، وارجع اوريهولكم. عندي اللفت بعد ما غسلته اهو كده لانشون. انا هجيب اللفت بالطريقه دي كده، هنقسم دي. طريقتها سهله خالص يعني ما فيهاش اي مشكله. ممكن عايزه تقصرها اكتر من كده براحتك. غسلتها وما طولتش عليها عشان انا عايزه اللون بتاعها يخرط يعني في قلب ميه التخليل، مع برضك البنجرايه اللي احنا هنحطها. التقطيع بقى اللي انتوا حابينها اعملوها. في السكينه اللي بتبقى مشرشره بتاعت المخلل دي، انا عايزه السمك بتاعها لا هي رفيعه ولا هي تخينه، مش عايزاها رفيعه قوي، انا عايزاها تبقى يعني وسط كده علشان يبقى فيها القرمشه مع المكونات التانية. شايفين السمك ده كده حلو. بالشكل ده كده. السود الكبيره اللي انا قلت لكم عليها هي طريه، اللفت لسه طري وحلو، فعشان كده ما هيش شيخه. انتوا لو انتوا عارفين اللي هي الكبير ده ساعات بيبقى شيخ ونشف من جوه مشعب يعني، فانتوا لو عارفين كده ما تجيبوهوش، تاخدوا الحجم الصغير او الحجم الوسط بيبقى حلو برضه. بس انا كنت عارفه اللي هو طري ولسه صابح يعني، فعشان كده جبتها. قطعيها بقى الحجم اللي انت عايزاه، صوابع الطريقه اللي انت حباها بقى، بالسكينه بالسكينه بتاعت المخلل اللي بتبقى لها مشرشره ديت، طرشات كده بالشكل ده. اقطع بقى بقيه الكميه وارجع له. بصوا بقى حبايبي الكبيره طريه خالص ازاي، وماشيه في السكينه عامله ازاي، طريه خالص، ولا مش لا قلبها لا فاضي مخوخ ولا بصوا طريه يعني ايه، لا شيخه يعني بنقول عليها مثلا اللي هي بتبقى كبيره كده، بتبقى شيخه ناشفه كده من جوه ومخوخه. انما القرنبيطه معلش اللفتايه معايا طريه خالص. بصوا السكينه طريه، عارفين لو هي كبيره وناشفه او كبيره كده ومخوخه من جوه ما تبقاش ماشيه معاكي في السكينه كده، تبقى بتغلبك. طبعا انت طبعا قلت زي ما انت عايزه تعمليه.
انا عاملاها كده كبيره، مش عايزاها انا رفيعه قوي. شيل بس دي، كنت بس بوريكم ان هي كبيره. معايا وحدتين كبار كده بقطعها برضو، قطعتها دي وسط كده. كمل بقى وارجع لكم. عندي بعد ما قطعتها بقى بالشكل ده، هجيب معلقتين ملح. هي دي المعلقه صغيره، فانا هحط بس معلقتين كبار. ليه بقى انا الحركه دي؟ عشان تنزل الميه بتاعتها، وهسيبه ساعتين ينزل الميه بتاعته كلها. ماشي. إيه ليه؟ علشان احنا بنبقى ساعات شامين ليه ريحه مش حلوه وكده، يعني بيبقى عامل زي القرنبيط مثلا والكرنب. فالملح ده ونسيبه ان هو يصفي الميه بتاعته، بتنزل لنا كل الميه اللي هي مش مستحبه ليه. شويه الشطه دول بقى اختيار، حابه تحطيهم براحتك. هقلب بس كل المكونات دي كده مع بعضها. قلبتها بايدي بقى، لو لابسه جوانت او عندك اطفال وكده فامسك جوانت وقلبيهم. هقلبهم واسيبهم بقى، وهحطها على مصفى ان هي تتصفى كل الميه دي تنزل منها. ماشي. هسيبها تتصفى ونرجع نكمل مع بعض. عندي اللفت بقى بعد ما قعدته، انا الصراحه قعدته 4 ساعات. انا سبته يعني كنت بعمل حاجه تانية وكده. شوفوا الميه اللي نزلت منه، الميه عامله ازاي، والميه سمره معانا. ده اللي بيخلي اللفت معانا ساعات لونه بيتغير وبيبقى لونه مسمر كده. في ناس بتشتكي ان مثلا اللفت ساعات بيقعد معاهم تبص تلاقي لونه اتغير وبقى لونه اسمر. انا هفضي الميه دي كده، انا مش محتاجينها في حاجه. شيل ده بقى. عندي بقى برطمان، انا غسلت البرطمان وعقمته، جبت ميه سخنه ورحت جايه يعني بعد ما غسلته غسله حلوه، حطيتها فيها وقعدت يعني شفت انت لما بتعقميه في الميه السخنه، وبسيبه بقى يتصفى علشان يبقى كده معقم معانا ونضيف ما يدخلوش اي بكتيريا. هنزل بقى اللفت ده. بص عندي الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، هقول لكم الاول على المكونات اللي عندي. بصوا ديت بنجرايه. انا البنجر ده انا كنت شايلاه في التلاجة، شايفين اللون بتاعه حلو، يعني انا بشيل البنجر ده معايا في التلاجة. وعندي 4 فصوص من الثوم. هنقطعهم كده شرايح مع بعض. الثوم بيديله نكهه حلوه كده، بيدي المخلل معانا لا نكهه حلوه. ممكن تحطي لورا كمان. بالشكل ده. عايزاه بس شرايح كده. عندي الميه، انا عندي 1.5 لتر من الميه، ده بيبقى على حسب طبعا حجم الكميه اللي انت بتبقى عاملاها. هو اللتر بياخد 4 معالق من الملح. هنقلب الاول الملح قبل ما نجيبه. انا الميه، انا غليت الميه وسبتها تبرد خالص، وهحط لها بقى الملح. ماشي. انا عندي الميه زي ما قلت لكم اللي انا غليتها وسبتها تبرد خالص. ليه بقى بغلي الميه؟ دي بتحافظ لي اكتر على المخلل بتاعي، وعشان ما احطش الميه بحلق يعني على طول من الحنفيه كده، بيبقى فيها نسبه كلور ممكن تبوظ معايا المخلل، اي نوع مخلل يعني. فانا هحط بقى على اللتر ونص. احنا قلنا اللتر بياخد 4 معالق ملح، انا هحط 5 معالق عشان انا حاطه معلقتين على اللفت وعشان ينزل الميه بتاعته. 1، بسم الله الرحمن الرحيم، 2، 3، 4، 5. ممكن تعرفي اذا كان الملح بتاعك كان مظبوط ولا لا في قلب الميه. انت بتذوقيه، محتاج ملح حطي، ما محتاجش خلاص، بتبقى عارفه يعني. هدوبه كويس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده دوبت معاكم الملح كويس. انا دوت على فكره الملح لقيته كده مظبوط طبعا يعني حلو. وبعدين حاطه مع كمان معلقتين على اللفت كده، المقدار معايا مظبوط من الملح. معلقه سكر عشان بتدي قرمشه حلوه للمخلل. قلبها كده كويس. واللي بيدي لها برده قرمشه حلوه معلقتين من الخل.
ما تكتريش. ديت بيساوي بقى معانا المخلل. لو انت هتخزنيه او هتعيني المخلل ده رمضان، يعني تحط راس اللفت بحالها، ما تقطعهوش. وما تحطيش مخلل، ما تحطيش خل، اسف، ما تحطيش خل، عشان الخل بيسرع في عمليه بس التسويه بتاعته، يعني بيستوي معانا يعني بسرعه. احنا حاطينه علشان 3 ايام وهتاكلي منه. وهعمله معاكم برضك، وهفتحه برضك معاكم ان شاء الله. دوبت بقى السكر والملح والمعلقتين الخل مع بعض بقى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. انا هنزل بقى اشيل بس الميه دي دلوقتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل كده باللفت. انا مش عارفه هي هتبقى باينه معاكم، بصوا انا هجيب البرطمان كده، انزل بقى بالمخلل اللفت اللي احنا عاملينه بالشكل ده. زي ما قلت لكم بقى، لو انتوا حابين اللي انتوا تعملوا المخلل ده لشهر رمضان، بنجيب اللفتايه، بنغسلها وبننضفها برضك وكل حاجه اللي احنا عملناها الاول، الخطوات اللي عملناها في الاول وقشرناها من اللي بتبقى الشعيرات اللي بتبقى فيه ده، وبنخللها بقى بوحدتها، يعني الواحده بوحدتها كده. طبعا لما بتيجي تطلعيها بتقطعيها انت بقى بالشكل ده كده. احط برضك معاهم البنجر. كل ما تحطي طبقه يعني حطي 1 3 من البنجر بالشكل ده. هكمل بقيه الكميه. احط برضك من فصوص الثوم. ممكن تحطي برضك قرون شطه حراقه براحتك. ممكن تحطي هريسه شطه. بصوا جبت لكم معلقه من هريسه الشطه اهيت، هحطها برضك معاها. فيها لون برضك وطعم حلو كده. بس يبقى تمام. نكمل بقيه المخلل معانا. طبعا انت بتعملي بقى بالكميه اللي انت حباها بقى. ممكن تعملي يعني برطمان صغير من كل شكل من المخلل وتخلليه. الجزر برضك موجود وتعمليه عندي بالشكل ده كده. احط بقيه الثوم، بقيه فصوص الثوم برضك هفضيها كده. حطيت بقيه فصوص الثوم وانزل ببقيه البنجر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالميه بتاعتي. حاجه نفضي بيها الميه اللي انا مدوبه فيها الملح والخل وكله. عندي بقى الميه، انا بفضي بقى الميه اهيت، بفضيها في قلب البرطمان بالشكل ده. افضيها وارجع لكم. بصوا انا كده فضيت المخلل بالشكل ده، الميه بتاعته. اهم حاجه نكون مغطيين المخلل بتاعنا ده. بقى لو هو اكتر يتكبس كمان معاه، لو في حاجه ممكن تكبسيها. اهم حاجه يكون المخلل مكبوس كده، علشان الميه تبقى متغلغله كل حبات اللفت. ماشي بالشكل ده كده. هنغطيه بقى، وبعدين لما نيجي عشان نحافظ على اللفتايه معانا وتقعد فتره طويله، اللفتايه بلاش نطلع بايدينا وكده، يعني المعلقه والمعلقه اللي احنا نطلع بيها ما نطلعش بيها تاني، عشان نحافظ بس على المخلل وما يدخلوش بكتيريا. ماشي يا حبايبي. هنغطيه بقى ازاي؟ بصوا علشان نحافظ عليه من اي هوا يدخله، بنجيب كيسه وبنغطيها بيها بالشكل ده كده.
نقفل عليها كويس. هنقفل لكم بس عليها كويس. بصوا انا قفلت عليها بقى كويس بالبرطمان، حطيت الغطا بتاعه كويس وبالكيسه. بصوا بقى كل في اليوم مرتين ولا 3 نقلب بقى مثلا ايه المخلل كده، يعني مره كده. معلش عشان بعمل بس بايد، ماسكه التليفون بايد، ثواني. بصوا يعني ايه احنا قلبناه، يعني مثلا نقلبه كده يبقى ده تحت وده فوق، فاهمين قصدي؟ وبعدين التاني نرجع بعدها في اليوم يعني مرتين 3 على نفس الشكل، نرجع نعدلها تاني نوقفها تاني كده، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. بصوا ما شاء الله اللون عمل ازاي. طبعا ما البنجر برضو كده، بس اللون المخلل ده اللفت يخلي لونه حلو من غير ما تحطي لفت من غير ما تحطي بنجر برضو ولا اي حاجه. لون اللفتايه حلوه، اللون ده يعني بيسرد اللون بتاعه. ماشي يا حبيبي، دي بقى كان تخليلي في اللفت، وان شاء الله هبقى افتح برضو واوريه لكم زي ما احنا شايفينه كده. خلي اللفت بعد ما قعد 3 ايام بالظبط، وهنفتح عليه. شوفوا ما شاء الله بقى لونه حلو ازاي الشكل بتاعه. انا عايزه بس اوريه لكم اهوت. هنفتح بقى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفضي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قافله برضك عليه جامد عشان ما يدخلوش هوا. بصوا بصوا حبايبي، شايفين المخلل ده كله الميه اللي نزلت، الميه بتاعته عامله زي الشربات بالظبط. المخلل عامل ازاي؟ بصوا المخلل عامل ازاي جميل، ولونه تحفه اهوت، وردي خالص بالشكل ده زي ما احنا ما شايفينه. ناخد واحده كده ونشوف الطعم. تحفه في 3 ايام. النهارده 3 يوم ليه، يعني انا عملته من يوم الجمعه، يعتبر الجمعه او الخميس بالليل، والنهارده لحد اهوت. تحفه والله العظيم. لا ليه طعم اللي انت بتبقي طعمه جديد لسه، ولا لونه اسمر ولا اي حاجه. ليه؟ عشان الخطوات اللي احنا عملناها امشي عليها مظبوطه، وانت هتاخدي مخلل سريع وفي 3 ايام هتاكليه ومقرمش وطعمه تحفه ومستوي على طول. عايزاكم تجربوه بقى بالطريقه ديت وتدعوا لي. شويه مخلل احسن من اللي بنجيبه من المحلات. تحفه طبعا. وقلت لكم ازاي نخلله بحاله ويفضل رمضان. برضو الطريقه انا وصفاها في قلب الفيديو. لو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسونوش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.